لا يأتي من فراغ، بل لا بد له من بنية تحتية حاضنة وبيئة مواتية، وطبيعة الحال بنية فوقية. في حال أجمل بلدان العالم نجد قاعدة شعبية أكثرها مجهل ومفقر ومهمش تم شراء أصواتها ببضاعة رخيصة في عز أزمة كورونا، إضافة لنسبة معتبرة يالله جيب التعادل مسحوقة من شركات رئيس العصبة عزيز أخنوش وشركائه في البطرونة، فلا يجدون لا الوقت ولا القانة. أخيرا نجد أن النسبة الأعلى من الأقلية المرتاحة لا تفكر سوى في إغناء نفسها والصعود للمرتبة الموالية في الطبقات الاجتماعية وتكلمها. أما البنية الفوقية فكما قلنا إعلام استبدل الشرف بالعلف وتحول من سلطة رابعة لسلطة راضعة، أغلب منابره قلبت الفيستا وغيرت المهنة من التنوير إلى التخدير، من البحث عن الحقيقة للتلاعب بالأكاذيب. ربنا لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا. سنة 2024 أرجع حكومة أكوا جميع مصائبها للجفاف، من البطالة 23% لغلاء المعيشة مرورا بأسباب انقراض القطاع الوطني وإلغاء شعيرة الأضحية، وصولا لاستيراد جميع مائداتنا من الخارج. بل إن سفاهة الماسكين بزمام الأمور وصلت لتعليق نجاح الاستراتيجية الوطنية لتشغيل 1,045,000 أو لا 1,450,000 مواطن بالتساقطات. وسبحان الله ربي حط السي أخنوش بوجهه قال له بغيتي التساقطات هي التساقطات يلا بين ليا. 2024 عام القحط والغلاء والبلاء ومعدلات البطالة النارية ل 37 مليون نسمة، هو نفسه عام الزهو ل8 من أكبر التماسيح المغاربة في قطاع الفلاحة التسويقية وبعضا من شركائهم الأجانب في مقدمتهم المستعمرون القدامى إسبانيا وفرنسا، عام أدخلوا فيه ملايير مليارة من تصدير الخيرات لأجمل بلد في العالم. الطماطم وحش استهلاك الماء العذب بمعدل 220 لتر للكيلوغرام، صدر منها التماسيح صوب الخارج 767,414 طن خلال سنة 2024 مقابل 658,747 طن عام 2023، بزيادة سنوية بلغت 108,000 طن و667. 767 مليون كيلوغرام طماطم، 168 مليار لتر من الماء التي أرسلها حيتان المغرب لأصدقائهم حول العالم، أدخلوا من ورائها 1159 مليار سنتيم. مليارات هي مداخل صافية غير خاضعة لأي نوع من الضريبة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة للمنتج النهائي والمقدرة ب50,000 درهم للهكتار. تماسيح بلادي يستفيدون أيضا من إعفاء تام من الرسوم الجمركية على صادراتهم نحو جل الأسواق بما فيها الاتحاد الأوروبي الذي يعفي واردات مطيشة المغربية من الرسوم بدءا بأكتوبر وحتى نهاية مايو من كل سنة. أما بالنسبة للحوامض فيقول مكتب الصرف أن كبار الفلاحين صدروا ما يناهز 521,313 طن حتى ما تم 2024 بزيادة تقدر ب 52,739,739 طن مقارنة ب 2023. أما المداخيل فهي 436 مليار سنتيم. مكتب الصرف يقدم لنا الحصيلة حب وتبن ويخبرنا أن شركات مغرب الجفاف صدرت عام القحط 2024 مجموع 4,298,000 طن من المواد الغذائية والفلاحية والسمكية بفائض يقدر ب 351,000 طن عن صادرات 2023. أما من حيث الجرامم فقد عرفت جيوب كبار الفلاحين دخول 8,020 مليار سنتيم بزيادة سنوية تقدر ب 340 مليار سنتيم. كلامها يكون الجفاف، يكون التصحر، الفرشة المائية تمشي، الاقتصادي تعطب، مليارات محطات تحلية المياه مع آثار بيئية كارثية. تماسيحنا كل شيء عندهم ربح وكل شيء عندهم زيادة في الصادرات، في رقم المعاملات وحتى في الأرباح. يبقى الوضع كما هو عليه، وعلى المتضرر
اللجوء للمطار للمساهمة في إرسال 11,700 مليار سنتيم تعين 40% من السكان المغرب الأصليين على تصريف مكاتب الله مع المستكبرين في الأرض.